السلام عليكم متابعي قناة الموضوع. معادنا النهاردة مع تالت حلقة من حلقات البيدياتريك إمرجنسي. موضوع النهاردة هو موضوع مهم جدا لا يقل أهمية عن الموضوع اللي فات. موضوعنا النهاردة عن الأكيوت برونكايتس، التهاب الشعيبات الهوائية الحاد. أما تيجي تاخد هيستوري هتلاقي غالبا المريض اللي جايلك طفل سنه أقل من 2 سنين، وغالبا أكتر وقت بتيجي فيه هو عند 6 شهور. هيجيلك في الشتاء، وغالبا الأكيوت برونكايتس ديت بتيجي مرة أو مرتين فقط في العمر. أما تيجي الأم تديك الهيستوري هتقولك إن الموضوع بدأ معاه بكومون كولد، نزلة برد عادية لمدة 2 أو 3 أيام. ازاي يعني؟ هتقولك كان عنده مايلد فيفر، جسمه سخن، كان عنده مايلد كف، كان بيكح، كان عنده sneezing and runny nose يعني كان بيعطس وكان فيه رشح. بعد كده بدأ يدخل في أعراض respiratory distress اللي هو عنده severe dyspnea، في نهجان أو مش عارف ياخد نفسه أو نفسه سريع. كمان ممكن تقلب معاه بأبنية اللي هو نفسه بيقف. هتلاقي عنده كف زي ما قلنا، وفي wheezy chest اللي هو صدره بيزيق. طيب هنلاقي ايه كمان؟ هنلاقي عنده هتقولك ان هو عنده feeding problems and irritability. يعني ايه؟ يعني الطفل ده على طول منزعج، على طول بيعيط، وكمان مش عارف يرضع، عنده مشكلة feeding problems. بالنسبة بقى للإكزامينيشن، هتيجي تعمله إكزامينيشن، هتعد الريسبيراتوري ريت، معدل التنفس بتاعه، هتلاقي عنده تاكيبنيا، نفسه سريع أكتر من 50 نفس في الدقيقة، أو هتلاقي عنده تاكيبنيا وريتراكشن اللي هو الجلد بيكون مشدود لجوه سواء سبكوستال أو انتركوستال. هتلاقي عنده جرانتنج، وهتلاقي كمان سيانوزس يعني هتلاقيه مزرق كده. هتسمع الشيست، هتلاقي فيه diminished air entry، هتلاقي bilateral expiratory wheezes with prolonged expiration يعني تسمع wheezes أو تزييق أما يجي يعمل prolonged expiration يعني هو بيطلع النفس كده، أما ياخد نفس ويطلعه prolonged كده هتسمع الويزز. وهتلاقي كمان fine respiratory crepitation. هتبص على التونسلز اللي هي اللوز بتاعته، هتلاقيها congestion، هتلاقي فيها congestion يعني هتلاقي فيها احتقان. هتقيس الحرارة وممكن تلاقي فيفر. طيب بالنسبة للinvestigations اللي هتطلبها، الinvestigations دي بنطلبها في severe cases only يعني في الحالات الشديدة اوي. هتطلب chest x-ray، هتلاقي فيها hyper inflated chest. هتسحب ABG ده مع الأطفال أو مع severe respiratory distress. وكمان لو هو فبرل أو suscept إن يكون فيه نيومونيا، ده هتطلب له CBC و CRB. وكمان مننساش السيرم الكترولايتس. لو جينا بقى للتريتمنت، هو بيكون generally supportive. في الامرجنسي روم في الطوارئ هتعمل ايه؟ اساسي هتديله humidified oxygen، وهتعمله rehydration عن طريق ال ORS او الانترافينوس فلويدز. كمان هتديله SABA ديت اللي هي بتكون عبارة عن short acting beta agonist. هتديله مثلا حاجة زي الانهيل سالبوتامول. كمان هتديله ابراتروبيوم برومايد انهاليشن. هتديله سترويد انترافينوس. وهتديله نيوبلايزد هايبرتونيك سالاين بتركيز 3% أو 5%. هتديله من 3 ل5 ملي عن طريق نيوبلايزر. كمان ممكن تديله نيوبلايزد ادرينالين، هيكون تركيزه مخفف يعني تقريبا 1/1000. ممكن نستخدم نص ملي لكل 2.5 ملي سلاين. بالنسبة للهوم تريتمنت، العلاج في البيت، لو هي مايلد برونكلايتس هتديله انتي بايريتك خافض للحرارة علشان الفيفر. هتديله انتي توسيف مضاد للسعال عشان لو في كف. هتديله سترويدز. وكمان لو الحالة موجود معاها بكتيريال انفكشن فهتديله انتي بايوتيك. وما تنساش بقى تعمله فولو اب بعد 3 ايام. طيب برضو عايزين نشوف ايه الحاجات بالظبط اللي هنديها له في الاستقبال، وايه هي الادوية بالظبط اللي هنوصفها له في البيت. يلا نشوف. مبدئيا كده في الاستقبال هتحط له بالس اوكسيميتر اللي هو الجهاز ده علشان تتابع منه الباس والساتوريشن. بعد كده قلنا لو لقيت ديهايدريشن هتعمله ريهايدريشن عن طريق ان انت تديله ORS او تديله اي انترافينوس فلويد. بعد كده هتحط الطفل على هاي فلو اوكسجين باي فيس ماسك علشان تديله الاكسجين، عشان لازم الساتوريشن يبقى فوق 92%.
بعد كده ممكن تديله جلسة فاركولين بيدي نيوبيلايزنج سوليوشن من 2.5 ل5 مللي جرام كل 20 دقيقة. بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن نص سنتي فاركولين لكل 10 كيلو جرام بلس 2 سنتي محلول ملح. ممكن تدي 3 جلسات فاركولين زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت. ممكن تدي 3 جلسات فاركولين بين الجلسة والتانية تلت ساعة. بعد ما يخلص الجلسة قلنا برضو ان مامته هتطلع تقعد بيه بره في مكان فيه هوا كويس وتسمع صدره بعد تلت ساعة. طيب لو ما تحسنش هتديله جلسة اتروفنت بيدي نيوبيلايزنج سوليوشن من ربع مللي جرام كل 20 دقيقة. بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن نص سنتي اتروفنت لكل 10 كيلو جرام بلس 2 سنتي محلول ملح. الافضل لو كان الطفل اقل من سنة او عنده مشكلة في القلب، بتكون ديت احسن حاجة. ممكن تحط نص سنتي فاركولين بلس نص سنتي اتروفنت بلس 2 سنتي محلول ملح، دي بتجيب نتيجة كويسة. طيب لو ما تحسنش هتديله ستيرويد انهاليشن. بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن 1 سنتي بالميكورت لكل 10 كيلو جرام بلس 2 سنتي محلول ملح. لو ما تحسنش هتديله ستيرويد انجكشن 4 مللي جرام لكل كيلو جرام. بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن سلوكورتيف انترافينوس، بيكون 1 سنتي لكل 10 كيلو جرام. بيكون وريد ببطء. ممكن كمان تديها انتراماسكولار يعني عضل. لو ما تحسنش هتديله جلسة ادرينالين. بتكون عبارة عن نص ملي ادرينالين بلس 2.5 سنتي محلول ملح، وديت ممكن تتكرر كل من ساعة لساعتين. طيب لو ما تحسنش بعد كل ده هتطلب ABG وشيست اكس راي، لان الطفل ده هيحتاج ICU admission، هيحتاج ان انت تدخله العناية. طيب في البيت بقى قلنا لو هي mild bronchiolitis هنكتب له خافض حرارة زي الابيمول او البروفين شراب، بيكون نص الوزن كل 8 ساعات. قلنا برضو هنكتب له على مضاد للسعال، ممكن نكتب له هيربا كاف او برونكي كام شراب برضو بيكون تلت الوزن كل 8 ساعات. بنكتب له ابيدون او فينادون شراب تلت الوزن كل 8 ساعات لمدة 3 ايام. كمان بنقول للام يعني على شويه instructions تعملها، زي ان هي تدي الطفل سوائل كتير، عصاير، ينسون، كراويه او حتى ميه. طيب احنا كنا قلنا ان بعد كل اللي احنا عملناه في الاستقبال ده لو ما لقيناش الطفل اتحسن هنطلب له ABG وشيست اكس راي علشان هيحتاج ICU admission. طيب امتى الطفل ده يحتاج فعلا ل ICU admission؟ اول حاجه لو عنده recurrent apnea مفيش نفس، لو في persistent acidosis الBH بتاعته اقل من 7.25 تمام كده. لو لقينا ان الكونشس ليفل بتاع الولد ده بيقل او مفيش اصلا. كمان لو لقينا ان الشيست موفمنت بقت ضعيفة، حركة الشيست نفسها. وكمان لو لقينا عنده هايبر كابنيا يعني مستوى ال CO2 في الدم عالي تمام كده. طيب امتى هنكتفي بس ان احنا نحجز الحاجات دي الحالات ديت في المستشفى؟ لو هو عنده severe respiratory distress عشان نتابعه، لو الانفنت ده كان less than 6 months، لو الطفل ده اقل من 6 شهور، كمان لو عنده feeding problems، عنده مشاكل في الرضاعة، مش بيرضع، في اي مشاكل يعني، لو الساتوريشن بتاعه كان اقل من 94%، لو هو عنده أبنية أو عنده ديهايدريشن يعني سواء عنده جفاف لأن انت هتحتاج ان انت تعمله ريهايدريشن أو النفس طبعا. طيب لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو فأنا أشكرك انك صمدت لحد هنا، واحنا كده خلصنا موضوع. ولكن في شوية حاجات مهمة عايزين نفرق ما بينهم. ايه هي الحاجات دي؟ أول حاجة لو انت قاعد في الاستقبال ولقيت الطفل جايلك عنده ويزس وعنده ديسنيا وعنده كف، هتتعامل معاه ازاي؟ يعني انت قاعد كده في امان الله جالك طفل عنده ويزس عنده ديسنيا عنده كف لأول مرة، هتتعامل معاه ازاي؟ اول حاجة احنا هنشوف سن الطفل ده. لو الطفل ده اقل من 2 سنين هتتعامل معاه على انه acute bronchitis. طيب لو الطفل ده اكبر من 2 سنين هتتعامل معاه على انه ازمة. طيب هو انا ايه الفرق بين الاكيوت bronchitis والازمة؟ يلا نشوف. احنا كنا اخدنا البرونكيال ازمة المحاضرة اللي فاتت، لو ما شفتهاش لسه فانا هسيب لك اللينك بتاعها تحت وبدخل اتفرج عليه. يلا دلوقتي نشوف الفرق ما بينهم. زي ما احنا شايفين في الجدول اللي قدامنا ده بيوضح لنا شوية فروقات بسيطة كده ما بينهم. اول فرق بينهم احنا قلنا ان لو الطفل ده اكبر من 2 سنين فدي غالبا هنتعامل معاها على انها برونكيال ازمة. طيب لو الطفل ده اقل من 2 سنين هنتعامل معاه على انه acute bronchiolitis. طيب
لو ديت recurrent attacks من الويزلي شيست، دي هتعرفها مثلا الأم هتقولك إن هو أول مرة صدره يزيق، تمام كده. فلو هو أول مرة فهنا هنتعامل معاه على إنه acute bronchiolitis. لو هي بتحصل له كتير recurrent، يعني جات له قبل كده ولا حاجة، فهنا هنتعامل معاه على إنه bronchial asthma. طيب البرونكيال أزمة بتكون related to certain triggers زي ما احنا طبعا قلنا في الفيديو اللي فات. أما الأكيوت برونكيولايتس دي بتكون غالبا بعد common cold، يعني دور برد وبعد كده بتيجي بعده. الأزمة بتكون في history لأي أزمة، يعني مثلا ممكن يكون عنده رشح في جلد، حاجة في جلده يعني، أو أي حاجة ليها علاقة بالأزمة، يعني أي حاجة ليها علاقة بالحساسية، تمام كده. ممكن كمان نلاقي ان باباه ومامته عندهم حساسية، تمام كده، او حد فيهم يعني. انما بالنسبة للبرونكولايتس هو ما بيكونش فيه family history of asthma، يعني مفيش حد فيهم عنده، مفيش حد قريبه عنده، لا باباه ولا مامته. بالنسبة بقى للبرونكيال أزمة قلنا ان بيبقى فيه history للالرجيك diseases، ان هو بيبقى عنده مثلا حاجة في جلده، حساسية مثلا في جلده ولا حاجة. انما في الاكيوت برونكيولايتس لا، ما بيكونش فيه. في جزئية برضو ما قلناهاش، جدول موجود في الكتاب اللي هو assessment of severity. يعني بنعرف الحالة mild ولا moderate ولا severe ازاي. الحالة المودريت بتكون فيها normal ability to feed، يعني الطفل بيرضع عادي ما عندوش مشاكل. كمان بيكون عنده little أو no respiratory distress، يعني ممكن ما يكونش فيه أصلا أعراض respiratory distress. الساتوريشن بيكون أعلى من 95%، من نيجي نقيس الأكسجين بتاعه بنلاقيه أعلى من 95%. بالنسبة للعلاج بتاعه احنا طبعا ما بنحتاجش ان احنا نعمل investigations ولا حاجة. بنديله التريتمنت at home ونعمله reassurance، بنديله ORS، او بنكتفي بس بالبريست فيدنج، وبنخليه يعمل فولو اب بعد 3 ايام. بالنسبة للمودريت والسيفير، المودريت بيكون مودريت respiratory distress، بيكون فيه برضو mild hypoxia، بيكون وممكن نجيبها عادي نعالجها بالاكسجين عادي، يعني بترجع بتبقى corrected by oxygen. اما بالنسبة للسيفير بقى فاحنا بنلاقيه unable to feed، عنده مشكلة في الفيدنج، ما بيرضعش مثلا. بنلاقي عنده severe respiratory distress، بنلاقي عنده الهايبوكسيا not corrected by oxygen، يعني بيحتاج حاجات تانية. frequent or prolonged apneic episodes، يعني بيكون عنده نوبات من انقطاع النفس زي ما قلنا. بالنسبة للتريتمنت بتاع المودريت والسيفير بيكون واحد، اللي هو بنحتاج ان احنا نعمله admission في المستشفى، بنديله اكسجين وبنديله فلويد، بنديله نيوبلايزد برونكودايليتورز وسترويد، بنديله نيوبلايزد ادرينالين. وكمان بنحتاج ان احنا نطلب منه investigations بقى زي اللي هي الchest x-ray والاي بي جي، هنكونسالت او هنستشير يعني السينيور ستاف. وبس بكده نكون خلصنا. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، والاهم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو مع زمايلكم وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا اللي احنا بننزله اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.